السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على نبينا، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على الحبيب المصطفى. أهلا بكم صحباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مرتاحين؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. مبروك عواشركم البنات، الله يدخل علينا وعليكم عيد الأضحى المبارك بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو يا ربي، واللي في خاطرو شي حاجة واللي كيتمنى شي حاجة الله يسهل عليه، واللي تيقراو الوليدات اللي تيقراو الله ينجحهم والله يسمعهم اخبار الخير، واللي كيتمنى كيف ما قلنا شي حاجه الله يسهل عليه يا ربي. المهم هذا الفيديو هذا غنتبقى نشارك معكم بعد التحضيرات ديال عيد الاضحى. المهم كنوجدوا البنات، كنوجدوا علاش اللي قدينا كنقصوا علينا تماره. المهم هنا غادي نشارك معكم يعني بزاف الاشياء، ماشي غير التحضيرات ديال عيد الاضحى. المهم انت واقفه في الكوزينه وانت كتوجدي الشغيل ديالك. غنوجد معكم كيف ما شفتوا في مقدمه الفيديو الكونفيتور ديال الدلاح اولا مربى البطيخ باللغه العربيه. غادي نوجد معكم هاد الملوخيه هذه، شويه الخضره غادي نطيبها نص طيبه ونديرها في المجمد بحال هاد الملوخيه اولا البروكولي. وغادي نوجد معكم قريعات غادي نرقد فيهم شويه اللوبيا وشويه ديال ليشو كيف ما شفتوا في الفيديوهات السابقه. يعني بزاف التحضيرات كنوجدوهم كنقصوا علينا، بحال ملي كنبغي نديروا الشليض كنلقاو الشلايض موجودين، سيرتو الثلاجه كتعمر البنات، كتعمر ما كنبقاوش لاقيين فين نحطو. من الاحسن نعقمو في القراعي ونحطو في لي بلاكار، بعدا كومون الثلاجه كترتاح شي شويه والمجمد كيرتاح شويه. كناخذوا اي حاجه وكنوجدوها. هنا كيف ما شفتوا خديت هذه الملوخيه هذه نقيتها وغسلتها، بعدا غسلتها كيف ما شفتوا غسلتها بديك الحلفه ديال الماعن البنات. اللي بغات تشوف مزيان تاكد ترجع للمقدمه ديال الفيديو، هذيك الحلفه الشوكه ديال الماعن باش كنغسلوا الماعن الصراحه. كنجربوا البونج، كنجربوا الشيتات، ما كاينش بحال ديك الحلفه البنات ديال الصياده الصراحه، والله هي اللي كتخرج لينا المعينات. امال فانا كندير زيف، كنمسح الملوخيه عاد كنغسلها عاد نقشر نديرها بالموس، كنكرطها شويه بالموس باش حيد داك الشوك. شوف البنات درت لها مره واحده هذيك الحلفه وحيدتها. انا شاركت معكم هذه الملوخيه جدتها الصراحه وجدتها هي والغداء. عاد شاركت معكم هذه التقديه هذه ونقيتها حيت الملوخيه كتشد اليد وخصني نحيدها. هي الاولى شاركت معكم النهار اللي قبل، والتقديه سمحوا لي خليتها حتى الله غد ليه. هنايا جبت الخضره، عندي البروكولي، عندي الباربه، عندي الفله حاره، عندي هذاك لي شو دو بروكسل، عندي شويه دجاج جبتو معايا. المهم خضره خصني نستفها. كنوجدوا علاش قدينا البنات. انا هنا مثلا تقديت اللوبيا، جبت هذيك الملوخيه، جبت هاد البروكولي، جبت الخرشوف، يعني جبت البربه، بزاف د الحوايج خصني نوجدهم. وجدت النهار الاول، دابا هذا الشيء هذا قسمته عليه يومين، ما درتش كلشي في نهار واحد باش البنات ما كيغلبناش هذاك الشيء، حيت ملي كديري كلشي نهار واحد كتعياي وكتملي، ما كتبقيش كاع باغا ديري هذيك التحضيرات وانتي واقفه في الكوزينه. وجدي معاك جوج حويجات. هنا كيف ما شفتوا انا راه وجدت العشاء ديالي عاد كنصور معكم، حيت البنات راه التصوير كيدي الوقت، الا مشيت حتى بديت التصوير كيبقى ولادي مساكن بلا غدا اولا بالعشاء. خصني ضروري نوجد ليهم ما ياكلوا عاد نصور معكم بحال هكا بحال هاد الروتينات. اما اللي كنا غنصوروا الطياب ولا هذا راه كنصوروا وتنحطوا ناكلوا. هنا كيف ما شفتوا هاد البروكولي غليت الماء ودرتو فيه غير غلا شويه وحيتو درتو في الماء مثلج باش يبقى داك اللوين ديالو زوين. هذا كنوجدوه للشليضات بحال هكا. انا خديته الاسبوع اللي فات، وخير الله تنمونطي معكم بنات الفيديو، راه خديته الاسبوع اللي فات وصورته، ولكن يلاه كتاب ونمونطي ما نكذبش عليكم ما تنساليش والله العظيم. المهم غليته كيف ما شفتوا ودرتو في هذاك الماء متلج باش يبقى اللون ديالو خضر، لا هو ولا هاد لي شو دو بواكسي راه نفس الطريقه، غير انا الماء راه درت لكل واحد الماء ديالو، ما كنديرش الماء ديال واحد الحاجه لحاجه اخرى، حيت النسمه اولا النكهه ديال هذاك المكون راه كتطلق في هذاك المكون الاخر، فهمتي؟ حيت الا بغيت نخلو بوحدو اولا نحتفظ به بوحدو خصني يكون النكهه ديالو بوحدو. هاد البروكولي كيف ما شفتوا من بعد ما تسقطر ها هو اللون ديالو خضر. هنا راه واخا الليل والتصوير الصراحه ناقص والاضاءه ناقصه راه بقى خضر صافي. درتو في هاد لي زيبلوك هادو ديال المجمد، وغنديرو غير في المجمد الصراحه، ما غنديروش في القراعي، ما غاديش نرقدو، غنديرو غير في المجمد. اللي بغى يحيدوه هكا خضر ويديرو راه تيبقى زوين، ولكن من الاحسن كنديرو ليه هكا نص طيبه تيبقى مزيان. هذاك لي شود بروكسل كيف ما شفتوا راه درتو في هذوك القراعي حتى هو، درت مع شويه الفلفله الحاره والثومه. البنات اللي بغات تشوف الطريقه ترجع للفيديو اللي فات، انا غنخليه لكم هنايا يا اما في صندوق الوصف يا اما في اول تعليق.
غادي نحط لكم الرابط ديالو وغادي نخليه لكم كيفاش تنخلل. هنا دزت حيدت الباربه حقاش عندي غير هذيك الكوكوط هي اللي كطيب ليا دغيا، وعندي غير جوج ريوسات ديال البوطه. فهمتوا؟ يعني خصني ضروري من ندير بشويه بشويه. الباربه خصني نديرها في الماء ديالها، جاني الماء ناقص زدت شويه ديال الماء، ولكن الماء معقم طيب باش تبقى عندي الباربه مزيانه في الثلاجه. سديت عليها في ديك القرعه وحطيتها، وهذيك الوحيده مع كبيره الباربه حطيتها، وغادي نديرو بها شلاضه ان شاء الله. خديت هنا الدنجال صغيور شويه كيف ما شفتوا وسلقته. نص السلقه هنايا درت ليه الماء مغلي ورميته فيه، غير طلعت فيه الغليه صافي وحيدته. شرحته كيف ما شفتوا على 4 باش كيدخل مع الطيب وكيطلق ديك المروره ديالو. الدنجال ضروري البنات ما نحيدوا ليه هذاك باش نديروا ليه هكاك على 4 باش يطلق هذاك المروره ديالو. سمحوا لي رانا مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش طويل. المهم صفيته وحطيته هكا كيف ما شفتوا كيتسقطر. ملي برد درتو في هذيك الشبكه ديال البلاستيك، ودرت اللوبيا حيدتها في هذه الشبكه هذه. انا في هذا الاثناء يعني كنوجد هذا الشيء وكنقي الربيع كنقي الخرشوف، فهمتوا؟ يعني خدامه هكا صافي. هنا غادي نوجد الشرموله بالربيع والثومه، كنديرها في الثلاجه كتبقى معايا البنات شهر. انا صوبتها دابا غتبقى معايا حتى لسيمانه مورا عيد الاضحى، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. شتو؟ كنقي الربيع والثومه وكنطحنهم الكميه اللي بغيتي، اللي عندك. بغيتي تغلبي الثومه كنتي كتبغي الثومه، بغيتي تغلبي الثومه غلبي الثومه، بغيتي تغلبي الربيع غلبي الربيع. انت حره في الطياب ديالك وفي النكهه اللي كتبغي في دارك. المهم هاد الشرموله هذه راه كنديرها ستوندار، كندير معاها كلشي، المرقه، الحوت، التشرميل، اي حاجه كيف ما قلت لكم، الخضره صوتي بحال هكا كلشي كنصايبو بها. انا كندير هاد البنات بهاد العطريه ستوندار، وملي كنبغي ندير شي حاجه معينه كنزيد العطريه اللي كتجي معاها. هذا ما كان مزيان. هنا غندوز ندير العطريه، كندير الملحه بزيت شويه سكينجبير، شويه القزبر يابس، التحميره. درت هنايا معلقه عامره كبيره ديال التحميره، ومعلقه ديال الخرق ومعرق، ونص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال البزار، وشويه ديال السودانيه البنات صافي، وزيت الزيتون وزيت الروميه. انا ما عنديش زيت الزيتون، اللي عندها زيت الزيتون دير غير زيت الزيتون كتبقى بنينه وكتبقى زوينه. اللي عندها ورقه سيدنا مطحونه ديرها فيها البنات كتجي زوينه. واللي عندها حتى اليازير الا بغات دير شويه ديرو، كتبقى البنه ديالها غزاله. وواحد المعلقه ديال لا موطارد حتى هي اللي بغات ديرها انا راه تقادت ليا. هنا خديت شويه من هذيك الشرموله، زدت عليه شويه الزيت والكمون والسودانيه وشويه الخل، شحرتهم وغادي نخليهم يطبخوا شي شويه باش ندير فيهم هذيك الدنجال. خليتهم انا كيطبخوا ودزت هنا كنرقد في اللوبيا كيف ما شفتوا. درت ورقه سيدنا موسى والثومه وفلفله حارين وكنخشي البنات بالطريقه. كيقتلوني انا دوك البنات اللي كيبداو يستفوا حيده بحيده بحيده وكيتكيو ويقول لك خذي راحتك. واش بنادم يجري عليا نجري على كل الوليدات اللي ما عندوش الاولاد وما عندوش تماره تحط اختي القريعه وتحط كريسي وتبقى تستف بحيبه 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 ماشي حبه حبه، حيبه 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 تتكمل الحبيبات اللي عندك كاملين. ولكن اختي انا ما عنديش داكشي، كنهز 4 5 6 ونخشيها في القرعه. كنضرب القرعه هكا شي شويه، شفتوا كنضربها غير مع يديا هكا. عندك تضربوها البنات مع البوطاجي تهرس لكم. كنضربها غير هكا مع يديا شويه صافي، راه كتهبط هذيك اللوبيا تتقاد. وكنعاود نزيد. المهم تنعمر القرعي مزيان 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 الجهد اللي كتهز ليا ديك القرعه. انا الصراحه البنات راه ما بقاوش عندي القرعي بحال هكا ديال الكونسيرفاسيون الصراحه تبرزت والله. صوبت واحد شويه ديال الكونفيتير، راه غادي نحط لكم في هذا الفيديو هذا ديال الدلع. والله الا درتو غير في واحد القرعه كبيره حتى نخرج ونقلب على القراعي نشوف لا لقيتهم عند شي واحد نشريهم، اولا نشوف غير دوك هما اللي مسمن كيصايبوا فيهم كونفيتير ناخذ من عندهم شي وحده ولا جوج نغسلهم ونخدم بهم. ما كنبغيش نشري هذوك اللي في الزنقه قدام. وياكم البنات كيكونوا واخدينهم غير من الزبل حاشاكم، وكاين اللي كيدير فيهم حاشاكم التحليله ديال البوله اولا ديال الغائط. وياكم تشريو القراعي قدام وتستعملوهم. ممنوع منعا كليا، يا اما تاخديهم يا اما تطلبيهم من عند جارتك ولا اختك ولا شي واحد بحال هكا من العائله، ولا تشريهم من عند شي واحد عنده محل هكا تيخدم بها، يعني يكون باقي فيها هذاك المربى ديالها تجيبيها وتغسليها وتخدمي بها. هنا كيف ما شفتوا هذيك الشرموله من بعد ما طبخات، هنا راه ظلام الحلال البنات. من بعد ما طبخات صافي خديت هذاك الدنجال كنعمرو بديك الشرموله وكنمرمدو مزيان بديك الشرموله وكنديرو في هذه القريعه. ملي كنسالي كنغطي عليه بالزيت. انا ما عنديش البنات زيت العود، درت شويه زيت الروميه ودرت شويه ديال زيت العود من الفوق. اللي عندها زيت العود كتعمر القرعه بزيت العود اكثر من هذا الشيء اللي درت انا. هذا غير غناكلو هاد اليومين هادي اللي غتخليه حتى العيد البنات كتعمري عليه بزيت العود، ما كتخليش نهائيا الدنجال كيلامس الهواء. خص يكون الفرق بينه وبين الهواء هو زيت العود صافي مغطي، يعني مغطي بزيت العود. وهاد القامه الاخرى كيف ما شفتوا كنديرها في القريعه وندير عليها شويه زيت نغطيها به. غندير معها واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى كينسموها الصراحه وكتبقى البنه ديالهم زوينه. في هذيك الوقت فاش كنت كنوجد راه درت البنات الخرشوفي تسلق. انا ما بغيتش نبقى نصور لكم كلشي كيجي الفيديو مشارجي، غنشرح لكم غير بفمي راه غادي تفهموني الصلع نبيع لكم. المهم هنا داك
الخرشوف هنا من بعد ما تسلق شفتو كيف ما كنغشي هكا 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 كنضرب القريعه راه تيهبط صافي. عمرت داك الماء درت ليه شويه الملحه وشويه الحامض، راه هو كيف ما شفتو سلقته معاه صافي، وكنزيد عليه القريعه كنديرو في الثلاجه كيبقى معايا مده ديال 10 ايام مخيره البنات، ما وقعت فيه حتى حاجه. جربته ب10 ايام بقى معايا، جربته يعني الا بغيتي تخليه حتى كثر في الثلاجه تخليه، اللي بغات تكونسيرفي راه دير غير غطا ديال الحديد وتعقم القرعه. شفتو هنا يعني وقفت واحد العشيه في الكوزينه وجدت كلشي داكشي اللي خاصني. عندي البربه موجوده، عندي اللوبيا موجوده، عندي الخرشوف موجود، عندي الشرموله موجوده، عندي الدنجال موجود. يعني خرج تجي تقضي هاد الايامات عندنا الجريه البنات وعندنا التقضيه، كتبغي توجدي بزاف ديال الحوايج. سمحوا لي جاني واحد الاشعار، كتبغي توجدي بزاف ديال الحوايج يعني غتدخلي من الباب ما موجده حتى شي حاجه. تقدري تجيبي مثلا غير 20 درهم ديال الكفته ديريها مع البيض وتحطي شويه الدنجال وتشحري واحد شويه ديال اللوبيا وديري شويليضه ديال المطيشه وهذا، ولا شويليضه ديال الباربه والخضره بحال هكا مخلطه ديريها كامله مخلطه في طبسيل واحد، الباربه وشويه اللوبيا شويه خيزو شويه مطيشه والخيار وكتحطيها. هاد البروكولي كيف ما شفتوها هوايا، وهذوك العريقات ديالو درتهم في ديك المي كيجيو في الصوبه زوينين البنات، كنديرهم هكاك كيجيو زوينين في الصوبه. وهذيك الملوخيه شفتوها انا درتها في المجمد الليله اللي قبلها هي تكونجلات، شفتوها كي تتبان. يعني اي حاجه البنات وجدتيها دابا هاد الملوخيه غادي نشحر ليها غير مطيشه والبصله وشويه ديال الثومه والربيع، وهذا نشحرها مزيان ونلوحها نصوطيها فيهم ونحطها نقدمها. اللي بغى يدير معاها اللحم راه يدير معاها اللحم. هنا انا كيف ما قلت لكم هاد الشويليضه راه وجدتها من هاد الشيء اللي وجدت. هذيك البربه اللي خليتها شويه المطيشه شويه الخيار البصله واحد الخيزوه قطعتها بهذه الطريقه هذه، واللوبيا حتى هي البنات خديت واحد القريعه كنت ما معقماهاش بحال هذيك اللي فيها الغطاء غوز، ما عقمتهاش ودرت واحد شويه هكايا. كديري الميز ديري اللي بغيتي، المهم اي حاجه موجوده عندك في الدار راه كتنفعك اكيد البنات. زعما ما يمكنش شي حاجه ديريها وما كتلقايهاش. هذاك العصير كيف ما شفتوا راه هو اللي وجدته معكم في الفيديو اللي قبل البنات. كنجبد من المجمد كندير الماء من الروبيني كنطحن وكنشرب بخير وعلى خير. عندك الدلاح بقى ليك جاتك شي دلاحه باسله ديري بها الكونفيتير، الديسير لقيتيه باسل الخوخ مثلا ولا الشهديه ما عجبكش قطعيه ولوحيه في المجمد تجبدي وديري في العصير. اي حاجه البنات كتنفع، اي حاجه وجدتيها كتنفع، اللي حيدتي عليك كتنفع. هنا البنات لا غد ليه ماشي في نص النهار، هذا لا غد ليه. هذوك القراعي اللي عمرتهم ديال اللوبيا ما عقمتهمش داك النهار خليتهم، ولا غد ليها ما عقمتهم وقلبتهم كيف ما تشوفوا. كيف ما قلت لكم راه غنخدموا غير بشويه علينا، حاجه حاجه ونعرفوا راسنا اشنو كنديروا وننظموا شغلنا حتى حاجه ما تتغلبنا. كيف ما شفتوا اللوبيا خليتها حتى لغد ليه في الصباح كي نط درت البرمه تتغلي، درت فيها هذوك 3 القريعات هادو اللي عقمتهم، والاخرين خليتهم في الثلاجه غنستعملهم ان شاء الله هاد اليومين هادي قبل من العيد. يعني كيبقاو معايا اسبوع في داك الماء ديالهم ولا 10 ايام ولا حتى 15 يوم ما عندهم ما يوقع لهم في الثلاجه. هادو اللي عقمتهم نخليهم حتى 3 شهور 4 شهور هنا ما عنديش مشكل نهائيا. كيف ما شفتوا ديك اللوبيا خديتها غير ب5 دراهم مزيانه. شحال مره البنات كنلقاو اللوبيا ب15 درهم 10 دراهم كتجينا قاصحه. هنا ملي خرجت للسوق لقيت واحد الولد باقي عنده واحد شويه المشماش طيب ما عبروش ليا الصراحه، جمعوا ليا غتكون فيه شي 2 كيلو تقريبا او 2 كيلو الا ربع. قال لي عطيني فيه غير 5 دراهم، وعييت معاه البنات قلت ليه والو 3 دراهم. قال لي لا والله ما غادي نبيعو، غنديه للدار ونصاوب به الكونفيت. قلت له عرفتي اش دير ملي حلفتي صافي اراه ليا. خديته ودرت عليه نص ديال القياس ديالو سنيده. الا كان عندنا كيلو البنات عارفين هاد القضيه في الكونفيتور صافي راه قاعده، الا كان عندنا كيلو ديال الفاكهه كنديروا نص كيلو ديال السكر. صافي خديته هنايا انا صوبته في الليل حيت ليه العظم غسلته وحيت ليه العظم درت ليه شويه الخل الصراحه غسلته مع كان طيب شي شويه وحيت ليه العظم ودرته في السنيده ودرته في الثلاجه في سوبيره. هذيك السوبيره شتو بات فيها في الثلاجه طلق صافي طلق هذاك الماء ديالو. الصباح راه ما زدت عليه هنا لا ما لا حتى شي حاجه درته كيتبخ في القرعه، درتو اسمح لي كيتبخ في البرمه. طيبته كيف ما شفتو هنايا وانا كنطيب وانا كنمعسوب. هاد لالوش هادي كتنقص علي انا ما كيعجبنيش كونفيتير مطحون الصراحه. طحنت غير ديال الدلاح لحقاش كيبقى باين شي شويه ولادي ما تيبغوش ياكلوه هكاك طحنته اليوم باش تعجبهم. اما هذا ديال الفريز اولا هذا ديال المشماش اولا ديال الخوخ كنخليها هكاك كنمعسو غير شي شويه وكنخليه هكاك. هنا كيف ما شفتوا خرجت معايا هاد القرعه هذه ديال كيلو وواحد السوبيره صغيره. يعني كيلو ديال المشماش كونفيتور في المحلات راه داير 25 درهم البنات، انا هنا طلع عندي ب 8 دراهم كيلو كامل. يعني ملي كنساليو في العشيه نخرجوا نضربوا واحد الدويره في السوق اللي لقيناها ناقص ديسير ولا خضره ولا هذا كنجيبوها نديروها في الثلاجه وتا لغد لي ونجبدوها ونغسلوها ونقيوها ونوجدوها ان شاء الله. راه حتى حاجه ما كتضيع البنات. دابا هاد القريعه هادي راه غتنفعني انا، راه واخا عندي
الدلاح جدو ومجداه باش نصاوب به كونفيتور. ملي لقيت هاد شويه المشماش عند داك السيد ما فلتوش البنات حتى هو جدو درتو، غنسد عليه دابا في القريعه وكنخليه في الثلاجه ما كيوقع ليه حتى حاجه، واخا ما تنعقمش القريعه ديالو كنخليه غير في الثلاجه. غنستعمل غير هاد البواطه الصغيره وهذيك البواطه الكبيره، هذيك القرعه الكبيره غنخليها مره نجبد ليهم شويه ملي ملوا من هذاك ديال الدلاح وهذاك ديال الخوخ كنجبد ليهم عاوتاني شويه. فهمتوا يا البنات؟ عارفين الوليدات تيملوا راه ما تيعجبهمش يبقاو ياكلوا حاجه وحده. وهنايا خواتاتي غادي نشارك معكم الكونفيتور ديال الدلاح ساهل ماهل، والصراحه ديما عندنا الدلاح موجود هنا كيف ما شفتوا. انا جبت هذيك الدلاحه كلينا منها اللي قسم الله، ودوك الطروفه اللي كيبقاو لتحت لاصقين في هذاك الخضوره تنحيدهم ونقطعهم وكنديرهم هكا. ملي كنا كل سالي كناخذ موز ونقطعهم على خاطري فوق الطبله كنديرهم في بواطه. انا كنت جبت واحد الدلاحه صوبت من الكونفيتور شات ليا منها شويه، هانتوما درتو البنات في المجمد. شفتوا هذا هكا ديريه في المجمد شتيه يبقى معاك مزيان حتى النهار تكوني مساليه وباغا تصاوبي الكونفيتير وجبديه وزيدي عليه بحال هكا شويه وقضي غراضك. يعني ماشي شرط تكون عندك الروينه ومثلا ما ساليتيش بقيتي قطع وهذا وتبقاي واقفه حتى لنص الليل، لا رتبي امورك وعرفي راسك اشنو كديري حتى حاجه ما تغلبك باذن الله. هنا كيف ما شفتوا انا درته هنا باقا ما درتش فيه هنايا السنيده، غير قطعته الصراحه ما ساليتش ودرته في الثلاجه ومشيت جلست ارتاحيت شويه صافي ونسيت الصراحه خليته. كيف ما شفتوا هنايا راه درت هذيك البواطه اللي كانت في المجمد وجوج اخرين، وهنا عندي تقريبا واحد النص غندير لهم غير جوج بواطات ديال السنيده عبار هكا، يعني ما كاملينش حتى جوج بواطات تقريبا بواطه ونص. يعني الا عمرت هذوك البواطات بالسنيده راه غتجي تقريبا واحد البواطه ونص صافي. المهم اللي عندها الميزان راه تعبر الكميه ديال الدلاح وتعبر الكميه ديال السكر، واللي ما عندهاش بحالي كدير عينها ميزانه بشويه بشويه البنات حتى كنتعلموا. راه حتى حاجه ما كتغلبنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. شفتوا هنا راه ما عمرتهاش بزاف يعني باش ما كيجينيش هذاك الكونفيتور حلو بزاف صافي. وكنديروا لهم دابا انا الكونفيتور ديال الدلاح الحمد لله صايبتو ليهم، اللهم لله الحمد ولله الشكر. غنخليه لهم في الثلاجه، غيجي الكرموس نصاوب منه شويه، غيجي البرقوق نصاوب منه شويه. المهم كل فاكهه كنصاوب منها شويه وكنخليوها مخبيه. الوقت اللي كيخرج الصيف البنات ما كتبقى لا فواكه لا حتى شي حاجه. يعني الا عندك شي حاجه في المجمد كتجبديه وتعصريها، الا عندك شي كونفيتور كتجبديه وكتعطيه لوليداتك. هادشي كيفاش كنمشيو امورنا. يعني اللي عندها الوليدات وعندها المصروف على قد الحال هنا كيف ما شفتوا راه واخا درت هذاك الشيء راه زدت نقصت البنات هادو اللي بقاو قاصحين حطيتهم الفوق ناشفين ونقصتهم. فهمتوا؟ يعني ندير عيني ميزاني اولا نعبر بالميزان. وجاني هو هذاك البنات في الحلاوه جا على من زويناتو اللوين ديالو حمر، عرفتي الوليدات تيشوفوه كيسحب لهم واش ديال الفريز والله الا كيحسب لهم غير واش ديال الفريز. المهم اللي بغات تصايبوا بحال هكاك راه تصايبوا ديروا وليداتها، والله ما كاين الفرق بينه وبين ما كتبقاش باينه كاع البنه ديال الدلاح ولا هذا مع السكر كتجي البنه ديالو زوينه وباينه صافي. خلطته بحال هكا وغنديروا مباشره فوق النار البنات. غادي نخليه يطيب، غادي نخليه حتى يطيب يغلى مزيان ويعاود ونحيد ليه هذيك الرغوه. كيف ما شفتوا معايا في الفيديوهات اللي سابقه ما بغيتش نبقى نقوي عليكم البنات في المراحل باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. شفتوا هنا راه بدا كيشرب الماء ديالو. باش كنعرفوا الكونفيتور البنات طاب كيف ما كنقول لكم دائما تيبدا يبقبق بحال الشرموله. ملي كديري الشرموله ديال المطيشه وكيبدا ينقز هذاك لاصوص كيبدا ينقز منه صافي راه ما بقاش فيه الماء. هكاك الكونفيتور شفتوه هنا راه بدا كيغلي شويه، يعني باقي ليه غير واحد شويه وغيدير شتي راه بدا تينقز واحد شويه ماشي بزاف. المهم حنا نخليوه حتى ينقز مزيان باش كيجينا عاقد شويه. حيت الكونفيتور ديال الدلاح تيكون البنات جاري شي شويه صافي. انا راه ملي بغيت نخويه عند راسي راه تنصور لكم البنات لقيت راسي حبست الفيديو اوليو باش غادي نصور حبست الفيديو. المهم درتو هنا في هذه القرعه كيف ما قلت لكم راه ما عنديش البنات القراعي فاش غادي نعقمو نخبيه. درتو غير في هذه القرعه وغنديرو في الثلاجه حتى ندبر ان شاء الله على 2 قريعات ولا 3 ديال كيلو ولا نص كيلو بحال هكا يكونوا شي 4 نديرو فيهم هذه الكميه تبارك الله راه 2 كيلو هنايا ديال الكونفيتور. هاد القرعه هذه حيتاش كبيره صافي درتو هنايا وسديت عليه وغنديرو ان شاء الله في الثلاجه راه كيبقى معايا مزيان. يعني ننظموا غير شغلنا وننظموا امورنا ونتولوا راسنا ونعرفوا راسنا اش كندخلوا واشنو كنخرجوا. يعني راه المصروف راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، راه تكوني غير لاله مولاتي وبدراعك عندك الدراع صافي حتى حاجه ما غادي تغلبك باذن الله. ما يمكنش نتيا باغا تجمعي وباغا تشيطي وباغا تمشي مصروفك كيف ما بغيتي نتيا وما باغاش تخدمي، راه مستحيل من سابع المستحيلات. اللي كيشري راحته وكيشري دماغه كيضرب يدو لجيبو، واللي كيبغي يتكيس على جيبو كيعري على كتافه
صافي هاد الشيء هو اللي غادي نقول لكم. اللي بغات تجمع الفلوس تعري على كتافها وتخدم وتجمع، ماشي تخرج تخدم، راه ماشي شرط تخرجي تخدمي برا الدار، لا، راه من دارك تشدي مصروفك تعرفي تسيريه وتعرفي كيفاش تموني الدار ديالك، حيت التموين ماشي هو التمويل، فهمتوا؟ يعني التموين كيفاش كتمشي المؤونه ديالك بشويه بشويه. نعرف كيفاش نتقدى، نعرف امتى نتقدى، امتى نخرج للسوق، امتى ما نتقداش. السلعه ملي تكون غاليه ما ناخذهاش، الحاجه ملي كتكون زايده في الثمن ما نشريهاش. ايوا ها حنا دابا ما كايناش مطيشه، اوليو باش غادي نصبروا مطيشه نوجدوا بعدا المربيات والكونفيتور ولا الديسير هكا نكونجليوه في الثلاجه، والله يجعل البركه. كاين شي مرات كيوصل بحال هكا يدلح 5 دراهم الدلاحه، اولا كتلقاي دلاحه باسله ما فيها ما يتكال، كترميها في الزبل. لا ما ترميهاش في الزبل، غتقطعيها وديريها في المجمد. شوفوا هذا العظيم هذا لقيته، هو شفتو فلت ليا البنات ما شفتوش. غادي نحيدو ان شاء الله. المهم كتجيك دلاحه باسله، قطعيها اختي وديريها في المجمد، حيدي لها ديك الزريعه وديريها في المجمد وجبديها عصريها مع الخوخ والحامض، والله يجعل البركه. عصريها مع الحامض، عصريها مع الليمون، كيجي العصير ديالو زوين، وتعصريها بوحدو وعطي لوليداتك، الله يجعل البركه. الحمد لله والشكر لله. المهم البنات هادشي كنشاركوه باش كنستافدوا، ماشي عياقه ولا باش نبانوا على بعضياتنا ونشوفوا انا اش وجدت ولا هذه اش وجدت، لا لا لا، نحاولوا نكونوا خيرين لينا وللناس. ما سخيتش بكم البنات، الفيديو ديالنا تسالى. بالسلامه عليكم، خليتكم على خير وبخير.